مسك الختام بقى قبل الفاصل زيارة وجبة وإن كانت يعني جاية متأخرة شويتين لأهالي الشهيدة سالي زهران. سالي مجدي زهران من مواليد 16 من أكتوبر لعام 1987، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بسوهاج، تعيش مع أسرتها في شارع الجمهورية بمدينة سوهاج. توفت لرحمة الله يوم 28 من يناير لعام 2011 الماضي فيما عرف بجمعة الغضب. جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ذكرت لنا أن الشهيدة لقيت مصرعها بعد قيام بعض البلطجية المستأجرين من الحزب الوطني بالتعدي عليها بالضرب بالشوم والعصي أثناء محاولتها دخول ميدان التحرير بالقاهرة. وفاجأ أن في الجرايد كاتبينها بمنظومة الشهداء ناسا عملت سفينة باسمها نقلتها المريخ. الأستاذ مصطفى التوني عمل لها كاريكاتير جان دارك المصرية. يعني ربنا كرمها في الدنيا، إن شاء الله يكرمها في الآخرة. ولكن بعد قيامنا بالتوجه لمنزل أسرة سالي بمدينة سوهاج للتصوير معهم حدثت مفاجأة كبرى لنا طبقا لما جاء بحديث والدتها. بتتصل بحد من أصحابها هنا في سوهاج وعرفت إن هم يعملوا مظاهرة. دخلت خدت عملت كوبايه نسكافيه بتاعتها، هي مش اكله ليها يومين بس ما رضتش تفطر ولا تاكل حاجه. عملت نسكافيه بتاعتها وشربت، دخلت خدت حمام ولقيتها بتلبس. رايحه فين يا سالي؟ قالت لي يا ماما رايحه انزل في المظاهرات، عايزه اشارك يا ماما باي حاجه. انا سبتها تنزل، ما كانش ينفع احوشها، كانت فعلا لو لازم كانت تنزل في الوقت ده. ولقيتها جايه مبلوله ميه ويعني قالت لي ماما اصل مرش علينا ميه والدخان بتاع القنابل، فجاي وشها اصفر بشع، يعني كانها بتموت، بتكح مخنوقه، وداخله جري تغير عشان تنزل تاني. طبعا انا كأم ما قدرتش، تعبت عليا، قلت لها لا ما ينفعش، خلاص عملتي اللي عليك يا سالي. سهرت جدا لدرجه ان هي مسكت الترابيزه راحت موقعاها كسرتها. حرام عليكي، سيبيني يا ماما، سيبيني اعمل حاجه، سيبيني اعمل حاجه للبلد مش ليا، لاخواتي. طبعا لقيتها بتثور وبتغضب يعني ممكن تعمل اي حاجه. دخلت على اوضتها الجاريه قالت لي ما كنتيش هتنزليني، انا هنزل من البلكونه. لقيتها انا واقفه على الباب وهي واقفه عند البلكونه، كانت بتهددني. ركبت البلكونه حصان اساسا، قالت لي يا ماما افتحي لي الباب عشان انزل ارجوكي من فضلك. فوجئت ان هي حصل لها زي داخل، راحت وقعت البلكونه، ماتت في الحال. سالي كانت فعالة جدا مع أشقائها وزملائها بالجامعة، وكانت مهتمة بالعمل العام والعمل السياسي، ومهمومة بحال وشؤون الوطن مثل كثر من أصدقائها من الشباب والفتيات مفجري ثورة التحرير. كانت عنيدة جدا، طموحة جدا، وكانت دايما متمردة على الأوضاع اللي احنا فيها. كانت دماغها دايما ازاي تقدر تغير من الأوضاع دي، تحسن من أوضاعنا احنا ووضعها هي ووضع كمان اللي حواليها، مفكرش في نفسها بس يعني. حتى يعني التقاليد بتاعت الصعيد نفسها ما كانتش دايما عاجباها، كانت بتحاول تغير فيها. انا فخور جدا بسالي انها يعني طلعت من الشهداء هي، ويعني كانت عايزه تغير مصر يعني تقريبا انسانه جميله جدا، كانت عايزه تغير مصر وتحب مصر جدا. كانت عايزه تنزل في المظاهره وهي والشهداء الكتير اللي نزلوا في المظاهره، كانت نفسها تغير البلد، نفسها تنهي الفساد اللي موجود في البلد. وهي ما تقلش عن اي حد استشهد في التحرير، يعني هي استشهدت هنا في سوهاج بس هي ما تقلش عن اي حد استشهد في التحرير، عشان اللي عملته سالي هيفضل تأثيره طول العمر. احنا لو دلوقتي بنتنفس هوا الحرية فبنتنفسه عشان دم سالي اللي راح ده. سالي يا زهرة الجنوب، أينما مت وكيفما مت فأنت إحدى شهداء ثورة التحرير التي غيرت وجه مصر، وإحدى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا.